يا دوبك مش هيلف سلكه زي كده قوم جاي اعملها. لو البورده كلها يعني لو في 1000 قفله دخلت في قلب البورده مش هتحس بيها. تمام كده كده بقى نحط هيجرب الفيشه بقى، نحط ان شاء الفيشه. الله. الفيشه بتاعتها اهي اهي. Line in. تمام كده اشتغل اهو، كان الاول مش شغال اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد. اخويا وباشمهندس محمد وجيه هيجيب لكم حاجات صب يعمله لكم، وفي فيديوهات تانية هنقدمها بعدين ازاي تصلح الصب وايه العيوب وايه الحاجات. اهم حاجة صلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. واحنا هنبدأ الفيديو على الحاجة اللي هو هيعملها، وان شاء الله استنوني لحد ما نرجع لكم. رجعنا لكم تاني، هنفك بقى الصب. وبصوا بقى احنا هنعمل ايه. الصب ده قطع باور. ايوه تمام اهو كده احنا مشغلينه اهو. ماشي. الفيشه اهي، الفيشه شغاله، الفيشه باينه عندك اهي. شغاله بالتاكيد على الكلام. الفيشه شغاله ولا مش شغاله؟ بص شغاله على السيريا اهي. فين السيريا بتاعتي؟ السيريا بتاعتي بص اهي. تمام كده بقى السرقه وكده شغاله. احنا هنفكه ونشوف الايه. احنا دلوقتي هنشوف المسار بتاعه اهو. الاوف اون شغال. تمام هنفصل. هنفك كده قاطع باور، يبقى الفك بتاعه يبقى من الجزء ده. هو ده بس اللي هيتفك، الاربع مسامير دول، وهنبدا فيهم دلوقتي. الحمد لله الحاج محمد بيجيب لنا مفك صليبه ولا مفك العادي شغال. هي دي المجموعة. قبل أي حاجة بقى أضمن منين قطع الباور ده؟ ممكن يكون من الفيشة نفسها اللي فيها مشكلة زي كده. الفيشة دي اللي تبقى فيها مشكلة، أو الكمبيوترية دي اللي تبقى فيها مشكلة. يعني الزرار اللي هو الزرار ده. الزرار ماشي. أعمل إيه بقى؟ أنا هعمل لك عليه قفلة دلوقتي بالمفك زي كده، وهنعمل كده برضو الجهاز ما نطقش. تمام ما نطقش اهو. ايوه نرجع تاني افصل، اشوف بقى مسار الفيشه دي اللي هو السوكت ده سوكت الفيشه. اعمل كده كده لو الفيشه اهي خارجيا خالص. تمام بالافوميتر وضع البازر. طبعا احنا الباشمهندس محمد ده اللي انا اخدت منه، اللي بتعلم معاه وبيعلمني حاجات الكهرباء. انا طبعا انا من النوع اللي انا بحب اتعلم اي حاجه عشان اي حاجه اعملها في بيتي وبتاع. طبعا في باشمهندس واحد اسمه محمد او مش عارف اسمه ايه، عمل تعليق على موضوع السيريا والكهرباء والقياس، وقعد يقول لك غلط ومش غلط. انا طبعا هنخلص الفيديو وهنسأل الباشمهندس محمد ايه فيها غلط ولا ما فيهاش غلط. ماشي هنوصل بس ايه اهم حاجه الفيشه دلوقتي عشان نتاكد منها. باخد رجل رجل كده، وعلى اول فيشه زي كده الفيشه لها 70 زي دول. ابدا كده عامه كده. انا شايف في الافوميتر ده، الافو ده ما شاء الله
تعبان. نبدأ هيعمل بالسر. اعملها بالسريع ونريح دماغنا. اه ثانية واحدة عشان اتأكد السريع شغالة ولا لأ. اعمل كده. تمام. هيبقى في رجل هنا. اه عشان اطول بس كده ايه بين الفيشة اهي والرجل بتاعتها اهي. عشان اتأكد اعمل كده عشان اتأكد العيب من الفيشة ولا من ايه. لازما تنور معايا. يكون هو ممكن يكون طيب شيء. ايوه اخلع. مشكلة الترامل بتاعتها تعبانة. مش كانت لسه مخلوعة دلوقتي؟ ما اتخلت وجيت ركبها ركبتها بالذمة شوية. بص هات انا ممسك ثبت هنا. لك. ثبت. ايوه. ثبت دي كده. والطرف التاني على عين من دول كده اشتغل. ادي كده رجلي فيهم شغالة خلاص. اروح على الرجل التانية. على الرجل التانية بقى. ايوه. يبقى كده الفيشه شغاله. كده استبعدنا الفيشة. كده الفيشه شغاله كده. كده مفيش كلام تاني. نرجع الفيشة تاني بقى مطرحها ونشوف المسار اللي هو بتاع ايه الفيشة ايه اللي مغذي بعد منه. تمام. نرجع للفيشة التانية. نبص بقى على المسار اللي داخل فيه الفيشة دي اهو. شايف ده؟ طبعا دي الفيشة بتاعتنا اهي. احنا نقرب المسافة عشان تشوفوا اكتر. ماشي قرب كده. قرب. الرجلين دول اللي هو بتاع الارض والكهرباء اللي لسه داخلين اللي هم بتوع الفيشة نفسها. والفيشة التانية اللي جنبها دي اللي واخدة من الكمترين اللي هي دي. ايوه كده انت يعني يعتبر دول الاتنين دول طرف واحد. قرب للناس عشان يشوفوا كل حاجة. الاتنين دول طرف واحد. ايوه تمام. كده يبين لك كل حاجة. الفيشة دي اللي هي بتاعت العموم اللي جايه من بره اهي. ايوه. دي اسمها تلات تمام. الكمترية تلات تمام شغال اللي هو الزرار. أيوة. بتاع الفصل. ماشي. اللي بعد منه ايه بقى؟ يعني ادي رجل التانية ارض وكهرباء. متصلة بالفيشة التانية دي. انا عاوز بقى اشوف بقى المسار من هنا لهنا شغال ولا لا ومن هنا لهنا شغال ولا لا. لان في فيوز. يبقى انت كده هتقيس بالسيريا. هقيس من السيريا من هنا لهنا لازم يكون دول متصلين. ومن هنا لهنا لازم يكون متصلين. تمام. طب ما تشوف الافوميتر. الافوميتر تعبان. ممكن يكون بقى عيب بطاريه ولا بتاع فما نضيعش وقتنا بيه. ماشي. ادي حاجه. ادي اول حاجه نقيس الرجل دي. ثانيه واحده عشان المفروض ما تبقاش مشعره كده. احنا عملنا الحاجه دي مفاجاه يا جماعه. فالمفروض يكون اصلا في امكانيات اكتر من كده. معلش كده الفيديو هيطول معاكم شويه يا جماعه بس انتوا ايه عاوزين اي حاجه تعلمكم. لو حاجه باظت عندكم في البيت تعملوها. ودي اللي انا قصدي عليه. انا بعمل حاجه ان انا لو حاجه باظت عندي اعمل. بصوا بقى يا جماعه. هنا لهنا المفروض تشتغل. شوف الفيشة. تمام. من هنا لهنا كده تشتغل اللمبه كده. من هنا لهنا كده شغاله. دي كده قايمه بوظيفتها. الرجل التانية من هنا لهنا شغاله. طب من هنا لا هنا كده مش جاي. تمام. يبقى هنا في فصل هنا. من هنا لهنا كده في فصل كده. المفروض من الرجل دي للرجل دي تديني تنوير على السيريا. يبقى هنا في شورت مقطوع هنا في النص او هنا في مشكله في النص. هنقلب البورده كده. شايفين دي ايه؟ في فيوز اهو. الفيوز ده اللي فاصل. الفيوز ده اللي فاصل. يبقى انت كده هتديله وصل. بص هنعمل احنا كده كوبري. نعمل الكوبري بتاعنا بس بالسيريا تاكيدا على كلامنا. ايوه كده هيبقى رجل. لا كده مش باين انا الصوره. كده ايوه كده باين لكم الصوره. طيب
هنوريكم وهنرجع لكم ان شاء الله. يعني لكم تاني هنوريك، هيوريك العيب دلوقتي. سبب الفيوز اللي ضرب، اللي هو الفيوز الزجاجي ده اهو، سببه المكثف ده. شايفين المكثف ده عامل ازاي؟ من هنا حرارته عليت، الفيوز حس بالحرارة ضرب. يعني برضو قبل ما تعمل كوبر الفيوز زي كده، والكوبر اللي انا اقول لك عليه برضو تعمله يكون برضو بسلكة شعر يا دوبك، بحيث ان هي منين ما تحس برضو بالحرارة يبقى زي الفيوز بالظبط. لان الفيوز ده لما بتيجي بتشتريه بالامبير، مش اي فيوز تركبه خلاص. تمام. فاحنا برضو هنعمل البديل بتاعه بسلكة شعر يا دوبك، مجرد ما تحس بالحرارة تفصل برضو اوتوماتيك، هي هتسيح مع الحرارة. طبعا. تمام. عرفتوا الكوبري منين؟ الكوبري هنعمله لك دلوقتي على الفيوز، اللي هو بديل الفيوز، اللي هو توصل من الدايره من هنا لهنا. تشتغل معاك الجهاز، لان من هنا لهنا قطع. لو بصيت على الفيوز تلاقيته مفحم. طب ايه اللي فحمه؟ المكثف زي كده مع الحراره بتاعته عاليه، لان عنده رجل اهي، في رجل فيه سايبه، حرارته بتعلى، الفيوز بيحس بيها، يقوم جاي هو اللي عامل قفله. طب احنا هنعمل الكوبري وهنرجع لكم عشان الفيديو ما يطولش معاكم على طول. استنوني اهو. انا لحمت المكثف الاول ماشي، واضمن اللي ما فيش رجل لمسه الثانيه، وابقى متاكد من دي. وفي نفس الوقت عملت السلكه شعر يا دوبك. ايوه قربه له كده، قرب بديل. هي السلكه الشعر اهي باينه اهي، شايفينها اهي. طبعا هي دي سلكه شعر كوبري على الفيوز. وبرده السلكه تبقى بالعقل زي كده، شايف؟ رفيعه بحيث منين ما تحس بالحراره وتحس اي مشكله في قلب البورده تفصل اوتوماتيك. بص السلكه عامله ازاي يا دوبك، مش هلف سلكه زي كده قوم جاي اعملها. لو البورده كلها يعني لو في 1000 قفله دخلت في قلب البورده مش هتحس بيها. تمام كده بقى. نجرب بقى، نحط الفيشه ان شاء الله. الفيشه بتاعتها اهي Line in. تمام. كده اشتغل اهو، كان الاول مش شغال اهو. نرجع على الجنب بعدها ان شاء الله. طبعا انا Radio mode. طبعا انا كده احنا شغلنا عشان الصوت والحاجه. لا شيل عشان فيها المشاعر ويكون عشان حقوق النشر والطبع. طبعا انتوا عارفين عشان الصوت وبتاع. احنا كده عملنا الفيديو وعملنا خلصنا الدايره اهي. انتوا عرفتوا تمام كده المشكله كانت من ايه من طبعا الاساس. اهم حاجه تصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد احنا بنعمله. واي تعليقات تبعتوها احنا هنرد عليكم. لو في حكايه الكهرباء هنخلي الباشمهندس محمد يرد عليكم. وطبعا انتوا عارفين ان انا يعني ايه مش ضليع في القرايه والكتابه، يعني تعذروني قوي عشان في موضوع التعليقات. طبعا مش هنقدر نجيب بقى البتاع، احنا بنجيب البتاع وهو بيقفل. اهم حاجه بس ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واحنا هنعمل لكم فيديوهات جديده كل حاجه ورا بعض، واستنونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.